اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جديدة من وصفات يوميات روز. الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة وجميلة ولذيذة وشهية وشكلها جميل جدا وطعمها أحلى وريحتها خطيرة، وهتعمليها في دقايق معدودة. أنا عملت بيضة واحدة، الكمية ديت بتاعت البانكيك. عملت البانكيك بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومبسطها لك جدا، عشان لو أول مرة هتدخلي المطبخ وتعملي بانكيك هتطلعي أحلى بانكيك لولادك. ممكن تديهولهم في اللانش بوكس بس كده، معاهم في المدرسة وهم رايحين المدرسة. كمان ممكن ترش عليه رشة عسل أو رشة صوص الشوكولاتة أو رشة كريم، اللي هو كريم كراميل. رشه بس كده عليه على وشه كده بتدي طعم جميل بالعسل، احلى واحلى. بوريكم قد ايه هو طري لذيذ منفوش من جوه جميل، ولا هو معجن ولا هو مكتوم في نفسه. لا، ده طالع جميل جدا وطالع شهي جدا ولذيذ. ايه اللذاذه دي، ايه الجمال ده. وهتعمليه يعني بصي من 5 ل10 دقايق. المكونات بتاعته مجرد ما بتقلبيها وفي الطاسه على النار وانت واقفه، خلاص كده خلص الموضوع. ببيضة واحدة بس عملنا الكمية دي ويمكن أزيد كمان، لأن بقيته ما صورتوش في التصوير. جبت البيضة بتاعتي وبدأت إن أنا أحطها في البولة. وبيض يعني فانيليا معروفة عند روز بيض، أو عند أي حد عامة، يعني بيض فانيليا. رشة فانيليا على البيضة كده، وبعد كده هنزل بإيه، بربع معلقة بيكنج باودر أو بيكنج صودا، زي ما بتسموها بقى في أي بلد انتوا بتسموها بقى. هي ايه، هي كربوناتو أو البيكنج صودا. خلاص كده، خلاص. ذرة ملح بسيطة جدا بين صوابعك كده، مش عايزة ذرة، بس خفيفة، مش عايزاها كتير. خلاص انا بعد كده حطيت ال3 مكونات دول على بعض، حاجات بسيطه جدا وسهله جدا ولذاذه جدا. هبتدي بقى ان انا انزل بنص كوبايه زيت نباتي عادي جدا. اي زيت موجود عندك، زيت نباتي، انزلي لي بنص كوبايه زيت على البيضه بتاعتي القمر دي. عندي كوبايتين بقى من الدقيق، بس يا ريت يكون كوبايتين متوسطين الحجم، ما يكونوش كبار قوي. هي اصلا لو الكوبايه بتاعتك كبيره هتبقى كوبايه ونص بس دقيق. متفقين؟ متفقين. خلاص احنا كده نزلنا الدقيق. هبتدي بقى ان انا احط الكيك شيف بتاعي، هاخد منه معلقتين، معلقتين ملانين كده. هروح حاطه بقى معلقتين على الخلطه بتاعتي الجميله دي. نصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. صلوا بقى على الرسول. وهنبتدي نحط بقى كيك شيف على الدقيق بتاعي. وكمان هحط 4 أو 5 معالق سكر. انا صراحة ما كترتش السكر، لان انا كنت بقول لكم هنقلب المكونات دي، بس انا صراحة افتكرت السكر فحطيت السكر. هنحط السكر وهنحط نص كوباية من الحليب، بس كده. وبس كده بس كده بس كده بس كده. وده المكونات بتاعتي، وما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي حاجه غريبه، وكلها موجوده في مطبخك. وانت واقفه في 5 دقايق هتكوني لفيتي اللفه القمر دي، وهتبتدي بقى تسويها في الطاسه. هحط بقى نص كوبايه حليب مع 3 4 معالق سكر. والسكر تبع رغبتك، حابه تزوديه حابه تقلليه، ده حسب رغبتك انت. بس انا ما كترتش السكر، كان سكره معقول وهادي. قلت لكم بقى هنقلب المكونات دي. غمضوا عينيكم وفتحوا. المكونات اتقلبت مع بعضها في نفس البولة. بتقلبيها بس كده بالمضرب اليدوي وانت واقفة. خلاص المكون ده بسيبه بقى يرتاح جنب مني بس 15 دقايق جنب مني بس كده. بشتغل في اي حاجة وانا واقف في المطبخ، وبسيب المكون اللي انا لفيته ده يرتاح بس كده، ياخد راحة بس كده 5 ل10 دقايق. وببتدي بقى ان انا اشتغل. شفشق له بوزة، لبانه لها بوزه. عندك اللي هو الازاز الفاضيه بتاعه الكاتشب والمايونيز، ممكن تقدري تحطي فيه المكونات دي عشان تقدري تسهلي على نفسك وانت بتنزلي العجينه، ما تنزلش منك مره واحده. وعملت الميني بان كيك. هو ده ميني بان كيك، مش البان كيك العادي، ده الميني بتاعه. انا عملته صغير، ما حبيتش الكبير، وصراحه عملت منه الكبير كمان بس ما صورتوش. بدأت بقى ان انا انزل العجينه
بالراحه كده في طاسه مدهونه من الزيت، وتكون متاكده انها مش بيلزق فيها الحاجه يعني. بس هعمل بقى كده ايه المكونات بتاعتي، او هنزل بقى بالايه، بالبانكيك كده. وما تروحيش عنده خالص ولا تقلبيه ولا تحاولي تعملي فيه اي حاجه لغايه ما يبتدي يخرم من فوق كده زي القطفيايه بالظبط. هيبتدي يخرم من فوق كده او يخرز من فوق كده، وفقاعات الهواء تبقى طالعه منه كده. هبتدي بقى ان انا احرك الطاسه، هيتحرك معايا بسهوله. هبتدي بقى ان انا اروح ايه، اقلب بقى ايه البانكيك بتاعي. هيكون بقى الطاسه، هيكون هو ساب من الطاسه اصلا، هيكون ساب منها، مش هيكون لازق لسه فيها. مجرد ما هيسخن وهياخد اللون الاصفر الجميل الجولد ده، خلاص. يعني انا بحركها كده، لا لسه لازقه، خلاص خليكي براحتك خالص لغايه اما تكملي سويه. طبعا النار بتاعته نسيت اقول لكم بتبقى على نار ايه، متوسطه الحراره او هاديه، ما تعلوش النار عشان ياخد السوا بتاعه الكامل. ما يبقاش ايه، ما يبقاش معجن من جوه. اهم حاجه ان النار تكون هاديه وبراحتها كده. وانتي واقفه بتتسلي بتعملي اي حاجه في المطبخ، اعملي بس المكونات دي وحطي بقى في الطاسه. وطبعا اول طاسه مش بتكون احسن حاجه، زي اول صاجة فرن مش بتبقى احسن حاجه. بعد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله هيطلع معايا البانكيك احلى واجمل من كده كمان. خلاص بحس ان هو فك برضو من تحت، بروح مقلباه ومطلعاه، خلاص بقى بياخد لون من تحت ولون من فوق، وعلى النار متوسطة الحرارة. بي ايه، بيكون كمل سواه من تحت ومن فوق، ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلاص بقى ببتدي ان انا اعمل الطاسة التانية، وبالراحة كده بالشفشق او ببوز الشفشق بالراحة. زي ما قلت لكم، لو موجود لبانة موجود، ابسط الامور خالص. لو مش موجود حتى ازاز الكاتشب الفاضيه او المايونيز الفاضيه، ممكن بتعمليها بايه، بازازه، وبتخرمي الغطا بتاعها من فوق، بترج الخليط ده وبتروحي منزله بقى منه. ما شاء الله. شو الطاسه التانية بقى، ما شاء الله لا قوه الا بالله، لونها اصفر جميل جولد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بقول اول طاسه او اول حاجه مش بتبقى احسن حاجه. بعد كده النار بتتظبط معاكي، الدنيا بتاخد معاكي كويس وبتبقى احسن حاجه. بتطلعي ايه حاجه كويسه وبتطلعي احسن حاجه. نصلي بقى على رسول، على ما بال مقلب دول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. لونها كان جميل، طعمها كان لذيذ جدا. يعني انا عايزاكم تجربوها، وصفة سهلة. لما لقيت الطاسة بقى هتأخرني او هتاخد وقت معايا، جبت التانية دي. هي ألمونيا بس صراحة ما لزقش فيها برضو. ما شاء الله اللون بتاعه كان جميل، كان تحفة. مستوي من جوه، اسفنجي وهش وطري ولذيذ من جوه، طعمه جميل جدا. كانت الواحدة تاخديها كده، هي واحدة صغننة كده ميني بون كيك ده، بيدوب في البق دوب. خلاص تقريبا لما بطلع بقى ايه من الطاسه التانية بتكون خلصت، فبشغلها في الاتنين. ما خدش مني كل المجهود ده، ما خدش مني تقريبا 10 دقايق على النار، وكان كل الموضوع ده انتهى. وخلاص وعملت احلى بانكيك. طبعا انا بغطيه بالفوطه بتاعه المطبخ بتاعتي ورايا كده، بحيث ان هو ايه يطرى معايا، ما ينشفش مني على ما اخلص الكميه بتاعتي. فرحي ولادك وقومي بكوبايتين دقيق وبيضة واحدة، هتعمل لهم احلى حاجة، وهتعمل لهم حاجة حلوة سريعة جميلة وهتفرحيهم. ياكلوها بس بكوباية شاي بحليب. هتودوهم في مكان تاني وهتبسطيهم. فانتي قومي تنشطي كده واعمليها وجربيها، وادخلي بقلب جامد، اعمليه وما تخافيش. انا كنت رافعه الطاسه دي من على النار لان الحراره حسيت انها زادت مني، فرفعتها شويه وانا شغاله فيها ايه، ورجعت حطيتها تاني ايه على النار. بوريكم النقط اللي فيها دي، لما بتعمل كده خلاص بتسيب من الطاسه، وبتقدري تتحكمي فيها وبتقدري ايه تقلبيها. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك. طلعت معايا الكميه دي، وكمان في باقي ما صورتوش والله العظيم. فطلعت معايا كميه، رمت معايا كميه جميله جدا، كميه حلوه جدا. يعني الطبق ده ما شاء الله، بقول لك غير اللي بقول لكم غير اللي انا ما صورتوش كمان. بقول لكم بقى شوفوا من جوه ايه الاسفنجيه، اللذاذه، الطعامه، الهشاشه، الريحه بقى كانت قلبه الشقه.
ماما انت بتعملي ايه، ماما انت بتعملي ايه، الكل جاي يجري يشوف ماما بتعمل ايه. وفرحوا جدا. قومي بقى فرحي اولادك وفرحي بيتك، واعملي حاجه بسيطه تدفي بيه وتدفي بيه مكان البيت، وتحسي كده ان انت عملت حاجه حلوه جميله، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا تكاليف. وبوريكم قد ايه كان شكله جميل. السوي بتاعه كان حلو، كان مظبوط، المقادير بتاعته مظبوطه. امشي بس بنفس مقادير روز. واعملوا لي لايك واشتراك، وما تبخلوش عليا بتعليق حلو زيكم كده، قمر جميل. لو هتعمليه اكتبي لي رأيك في الكومنتات لما تعمليه. واستودعكم الله.